طيب خليني اتكلم معاك بصراحه جدا. الجوجل بيكسل 9 برو اكس ال والايفون 16 برو ماكس سعر الاثنين عامل $1200، ده السعر الرسمي. بس في لقطه هنا، السعر في مصر مختلف. بس في لقطة هنا، السعر في مصر والمنطقة العربية عموما أرخص بكتير جدا للبيكسل. الآيفون بيتباع ب 80,000 وب 6000 درهم دلوقتي، في حين إن البيكسل بيتباع ب 50,000 أو 4000 درهم. فدوت طبعا يخلي البيكسل 9 برو اكس ال عرض لقطة، ولا إيه؟ صح؟ في حاجات كتيرة أهم من الأرقام وأهم من السعر بس، ودوت اللي أنا جاي أتكلم معاك فيه في الفيديو ده. أنا مش جاي أقول لك على بنش مارك ممل، مش جاي أتكلم معاك في مواصفات موجودة في كل مكان. انا جاي انقل لك التجربه الفعليه بتاعت حد كان بيجرب البيكسل كتير جدا وقاعد بستعمله بشكل يومي، بلقط بيه صور كتيره، بستعمله في الشغل حرفيا كل حياتي على الموبايل دوت. دلوقتي هوري لك تجربته عامله ازاي في حياتي، ويكفي ان انا اقول لك كنت بستعمله اكتر كمان من الايفون. التصميم بتاع جوجل بيكسل 9 برو اكس ال هو مش بس تصميم حلو، هو مسكته نفسها والتجربه بتاعته في الايد تجربه مميزه. جوجل خدت خطوه جريئه مع التصميم دوت، لدرجه ان انا اول لما شفت الصور بتاعته اونلاين ما عجبنيش شكله اصلا بسبب شكل الكاميرات الخلفيه. كنت حاسس ان هي منفصله قوي عن جسم الجهاز، خصوصا ان هم غيروها من بعد ال8 برو وال7 برو وال6 برو، كانوا كلهم واخدين شكل انسيابي مع الجسم بتاع الجهاز نفسه او الفريم بتاعه. بس بصراحه لما مسكته تراجعت عن كل اللي قلته. الماسكه بتاعت الموبايل شيك بشكل فظيع، الجوانب او الكورنرات بمعنى اصح اللي واخده كيرف مع البروز بتاع الكاميرا مدي ملمس وشكل للموبايل مميز. مش هيبقى حاجه تقليديه قوي زي الايفون، مش هيبقى حاجه بتشوفها كل يوم، بس تحس انه موبايل روش. يعني حد هيمسكه دوت هيكون شخص مختلف او مميز شويه، حاجه بتلفت الانظار حبه. تحس ان بالبروز بتاع الكاميرات دوت بيقول لك ايوه احنا موبايل فعلا مركز على الكاميرات يا جماعه. فزي ما قلت هو يمكن تصميم مختلف شويه، بس هو بجد من احلى الحاجات اللي فيه. الشاشه كمان عندك هنا شاشه 6.8 انش LTPO OLED. طبعا ده معناه ان انت هتاخد الشاشه ال 120 هرتز اللي بتوطى بالتردد بتاعها عشان توفر في البطاريه، وبتدي لك تجربه ناعمه جدا وسلسه جدا في استعمال الشاشه. بالحديث عن النعومه والسلاسه كمان، البصمه اللي موجوده تحت الشاشه ديت اخيرا بقت التراسونيك، فدوت معناها ان هي هتفتح اسرع وهتبقى اكيوريت اكتر، مش هتعلق معاك او مش هتفتح مره او مره لا. الاضاءه بتوصل لحد 3000 نتس، ودوت معناه ان الايام اللي الشمس فيها بتبقى فوق قفاك ديت هتبقى برضو شايف ان الشاشه حلوه قوي. في مشكله بس بسيطه، ان هي الانعكاسات فيها بتبان جدا. يعني شايف الانعكاسات بتاعت الاضاءه هنا عامله ازاي؟ دي حاجه كانت مضايقاني بصراحه بعد ما جربت الاس 24 الترا. قبل كده ما كنتش باخد بالي من الموضوع ده، بس بعد ما جربت موبايل بيشيل كل الانعكاسات بقيت حاسس بصراحه ان انا محتاج اركب سكرين بروتكتور للموبايل ده مخصوص علشان تقلل الانعكاسات شويه. بس تجربه مشاهده المحتوى عليه تحفه، خصوصا كمان ان هي بتدعم ال HDR 10 بلس. فانت بتتفرج على يوتيوب بقى، وانت بتتفرج على نتفليكس، وانت حتى بتقلب في السوشيال ميديا، هتبقى واخد الاضاءه قويه والمتميزه بتاعت ال HDR والالوان الحلوه بتاعت الشاشه الاولد. حاجه انا فعلا مبسوط بتجربتها جدا. نيجي بقى للنقطه المهمه، اللقطه اللي بتخلي الناس اصلا تشتري البيكسل، وهي الكاميرات بتاعته. الثلاث كاميرات اللي جايين كلهم بجوده عاليه، ده اصلا اللي خلى البيكسل مشهور. يعني من ايام البيكسل 2 كان هو معروف ان اللي عايز كاميرات يروح لبيكسل. جوجل هنا بقى حط لي كاميرات كلها تحفه. يعني الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، والتيلي فوتو والالترا وايد 48 ميجا بكسل، مفيش واحده فيهم 12 زي ما شركات تانية بتعمل. بالتالي اي صوره هتلقطها هتبقى جودتها عاليه. الشكل بتاع الصور نفس الستايل المعتاد بتاع جوجل، اللي هو هنعمل شاربن شويه في تفاصيل مهوله قوي في الصوره تقدر تعدل عليها براحتك بالمناسبه. والكونتراست العالي كده اللي انا بحب شكله جدا لو انت هتصور في النهار تحديدا، بيدي حاجه مميزه للصوره. حرفيا بعمل ايديت للصور اللي باخدها بالموبايلات التانية علشان اطلع بلوك شبه بتاع البيكسل، من كتر ما انا بحب الستايل دوت. في مشكله صغيره بس، ان لما بتيجي تصور اشخاص هتلاقي الالوان مش متشبعه قوي في البشره بتاعتهم، او بمعنى اصح مش مصفره زي الايفون، اللوك اللي ناس كتيره جدا بتحبه خصوصا البنات. بس ساعتها انت ممكن تفكر تجيب الايفون 16 مثلا، ده موضوع تاني، الفيديو تاني اصلا. فدوس على زر سبسكرايب علشان تشوف الفيديو بتاعه اول لما ينزل، حاجه اجمد كمان من البرو ماكس في رايي. والله انا شايف ان حل الموضوع دوت الايديت بتاع الصور، خصوصا ان جوجل ما بتبخلش عليك بالايديت. هي فعلا بتخليك تعرف تعمل ايديت للصوره بدون ما تفقد تفاصيل، بدون ما تبوظ شكلها. وكل دوت من الابلكيشن الرئيسي اللي موجود جوه الموبايل نفسه، من غير ما تحمل حتى اي ابلكيشن
ابلكيشن تاني. انا عن نفسي بحب استعمل لايت روم، بس فعلا كنت مبسوط مع تجربه البيكسل من غير اي برامج لتعديل الصور. والاي اي طبعا بقى محشور فيه في كل حته، بعيدا عن مميزات قديمه زي ان انت ممكن تعمل ري لايت او تغير مصدر الاضاءه في الصوره جاي منين. بس في حاجه هنا جديده زي ري ايماجين، ان انت ممكن تغير الحاجه اللي حواليك اصلا. لو انت موجود في مكان ممكن تعلم على الخلفيه وتغيرها بالاي اي، تحط نفسك في مكان تاني. طبعا لو شخص موجود في الصوره تقدر تشيله بجوده احسن من قبل كده كمان. فالموضوع دوت في جوجل هي فعلا مميزه فيه. وحتى وقت تصوير الكاميرا، سيبك بقى من النايت مود والبورتري مود والحاجات التقليديه دي كلها، احنا عندنا هنا ميزه اسمها اد مي. عارف لما بتيجي تصور مجموعه من صحابك وبتبقى انت بتصورهم وعايز تطلع معاهم في الصوره بعد كده، البيكسل 9 برو في ميزه بتحل المشكله ديت. انت بتصور المجموعه من الناس او بتصور شخص واحد حتى، وبعد كده انت بتروح هناك وحد من المجموعه ديت بيجي يمسك الموبايل مكانك ويصور صوره تانية. الموبايل بيدمج الصورتين دول في بعض عشان يطلع صوره واحده مش باين فيها اي تعديلات. انت بس محتاج ان انت تبقى سايب مكان لنفسك في الصوره علشان تروح تقف في المكان ده، لان انا خدت بالي ان انت لو بقيت لامس حد او قريب منه قوي ممكن جزء منك يتقص مش صح في الصوره. فهي تجربه كاميرا تحفه، مزوده كمان بمميزات حلوه قوي من ناحيه الذكاء الاصطناعي. ده الترند في 2024 وفي شركات مش عارفه تظبطه صح. شايف ان البيكسل هنا ظبطه حلو. هل هو عملي ولا لا؟ هو عملي، هو مفيد، يعني انت ممكن تستفيد بيها. مش هتستعملها كل يوم، بس هي حاجات ممتعه تبقى انت عايز تجربها. خلينا نخش في السوفت وير نفسه ونقطه تميز جوجل برضو. جوجل جيميناي هنا مش مجرد اسيستنت عادي، مش مجرد حاجه زي سيري، على فكره هو متطور كتير جدا عنها. انا حسيت بالفرق وانا بتفرج على فيديو يوتيوب، فاقوم قايل له اعمل لي ملخص للفيديو ده، يقوم جايب لك ال 20 دقيقه بتوع الفيديو ويطلعهم لك في كام جمله تبقى عارف كل حاجه عن الفيديو كانت بتقول ايه. المميز بقى، انا كنت فاكر الموضوع دوت هيبقى على الانجليش بس، شغلت البيكسل على فيديوهات عربي كمان وعارف يظبط الموضوع، بقى يطلع لك الملخص بتاع الفيديو وتفاصيله. وتجربه الكلام معاه تجربه طبيعيه قوي. يعني بص، لو انا جيت اكلمه دلوقتي واقول له اي حاجه، يعني ده شكل جيميناي. Hello, how are you? Hello there. No, stop. I don't care how are you. I just wanted to ask what time is it. You sounded a little frustrated there. Is everything okay? هو بيدردش معاك، هو مش مجرد بيرد عليك بس، هو يعني هو ما قاليش الساعه كام ودي غلطه منه، بس هو سالني انت كويس وان انا قطعته في الكلام. فكره ان انت اصلا ممكن تقطعه في الكلام وتوقفه وقت ما هو بيتكلم ديت تحفه مش موجوده في اي موبايل تاني. تشات جي بي تي حلو، انا بستعمل شات جي بي تي على الايفون لدرجه ان انا عامل الاكشن بوتن بيفتح عليه، بس تجربه البيكسل طبيعيه اكتر، تحس ان انت بتكلم انسان حقيقي اكتر. وممكن تتكلم مع جوجل بالعربي على فكره، بس مش هنصحك قوي تعمل ده. عامل ايه الاخبار؟ أهلاً بك، أنا بخير، شكراً على سؤالك. ماذا عنك؟ كيف حالك اليوم؟ يمكنك أن تسألني أي شيء. سمعت الصوت عامل ازاي؟ سمعت فرق التجربة؟ دي حاجة للأسف لسه مش مظبوطة هنا على البيكسل. بس بصراحة فكرة ان الاي اي موجود في كل حتة فيه، انا بحب التجربة بتاعت البيكسل عشان كده. ففي الاخر انت اللي ممكن تحدد هل مميزات البيكسل بتاعت الاي اي ديت هي مميزات حقيقية انت ممكن تستفيد بيها، ولا مجرد حاجه تلعب بيها يومين وتزهق منها. انا عن نفسي حاسس ان هي حاجه عمليه جدا وفعلا استمتعت بتجربتها قوي. ده الموبايل على فكره ناس كتير انا عارف ان هي بتبقى خايفه منه علشان هو المفروض البروسيسور اللي فيه مش بنفس قوه الايفون مثلا، بس بجد انا مفيش حاجه بحس ان هي بتاثر معايا. يعني مش حاسس ان الموبايل بطيء، مش حاسس ان الموبايل بيهنج، مش حاسس باي مشكله، حتى اقوى الالعاب شغالها حلو. فعشان كده كنت بقول لك سيبك من البنش مارك، سيبك من الارقام الممله، سيبك من الحاجات ديت وركز في التجربه الفعليه. وهو مديني اداء تحفه. انا عارف ان ناس كتيره بتفكر طب ما البروسيسور الاقوى دوت هيوفر لي في البطاريه، حتى بطاريه الموبايل هنا كانت حلوه يا جماعه. طيب خليني اتكلم على البطاريه، والموبايل فاصل شحن دلوقتي، فيعني حاسس ان هي حاجه مناسبه جدا ان انا اتكلم عليها. بصراحه انا بهلك الموبايل دوت، على طول كنت بستخدمه في التصوير والفيديوهات علشان اجرب الكاميرا بتاعته، وبصراحه ما كانش مؤثر معايا. يعني هو فصل شحن مني عشان بقالي يومين تقريبا هلكه وما حطيتوش على الشاحن خالص. ففعلا تجربه الاكس ال هنا تحس ان هي مميزه في البطاريه. انا ما جربتش البيكسل 9 برو العادي، بس ما اظنش ان هو هيدي تجربه زي ديت. عارف ان الجمله ديت بتبان مكرره، بس هو فعلا بيكفي استخدام اليوم بتاعي بشكل مستريح قوي، بدون ما بفكر فيه، حتى بدون ما ببقى عامل حساب ان انا محتاج اشحنه دلوقتي. ولو انت من الناس اللي زي اللي بتنسى تشحن الموبايل كتير، هيكون خبر حلو بالنسبه لك ان الموبايل دوت بيشحن 70% في نص ساعه تقريبا، فدوت وقت كافي جدا ان انت تشحنه على ما تلبس مثلا او على ما تجهز وانت خارج المشوار بتاعك. دي حاجه بجد من الحاجات المميزه في الموبايل. هو سرعه الشحن بتاعته مش 40 واط، مش ارقام مهوله زي الشركات الصينيه ما بتعمل، بس مش حاسس ان دوت مؤثر معايا. فتحس ان دوت الشعار بتاع جوجل، مش هنحط لك سرعات شحن عاليه قوي من ناحيه الواتج زي الشركات الصينيه ما بتعمل،
مش هنحط لك اعلى بروسيسور موجود في السوق من ناحيه البنش ماركس، بس في الاخر هتاخد تجربه بطاريه محترمه، هتاخد جهاز ما بيسخنش، هتاخد تجربه متكامله وانت شغال على الموبايل. مش هتحس ان الاداء بتاعه مثلا بيهيس معاك. تعرفش بقى السحر بتاع جوجل ده بتعمله ازاي، سواء بالاي اي سواء بالتوافق بين السوفت وير والهاردوير اللي عندها. ومش فارق معايا بصراحه ما دام انا في الاخر مبسوط بتجربه الموبايل. نرجع تاني للنقطه اللي انا كنت بتكلم عليها، التسعير بتاع الموبايل ده. زي ما قلت لك السعر الرسمي $1200 للنسخه ال 256 جيجا بايت، النسخه ال 128 سعرها $1100. دي نفس اسعار الايفون الرسميه في امريكا بالظبط، بس احنا مش في امريكا، احنا هنا في الوطن العربي. النسخه ال 256 جيجا بايت بتتباع في الوطن العربي بحوالي 4200 درهم، 4500 ريال. في مصر هنا حوالي 55000 جنيه. فسواء انت اشتريته من الامارات او من السعوديه او من مصر هيبقى سعر متقارب. بس لو انت قررت تشتري النسخه ال 128 جيجا بايت دي سعرها في مصر هنا عامل حوالي 45000 جنيه، يعني $930، ارخص اصلا من السعر الرسمي اللي هو $1100 بكتير. فبجد سعر لقطه ارخص من الايفون 15 برو ماكس بتاع السنه اللي فاتت، مش ال 16 برو ماكس حتى. يا جماعه انت ممكن تشتري البيكسل 9 برو اكس ال بنفس ثمن الايفون 16 العادي مش البرو ماكس، وفي مصر هنا حتى ال 16 العادي اغلى من كده. بس في حاجه بصراحه انا خبيتها عليك صغيره، البيكسل سعره في مصر بيرخص بسرعه جدا. يعني البيكسل 8 برو اول لما نزل كان بيتباع ب 50000، دلوقتي بيتباع بحوالي 30000. ده اللي بيحصل عموما مع البيكسل علشان هو موبايل ملوش شعبيه كبيره قوي في الوطن العربي زي الايفون، مش عشان هو موبايل وحش، هو موبايل ممتاز. بس ده الطبيعي لما بيبقى فيه ضجه اقل على الموبايل، ناس اقل بتشتريه، بالتالي سعره بيرخص اسرع. في ناس بقى ذكيه جدا بتستغل ده، بتستغل ان هو بيرخص بسرعه وبتشتري البيكسل بدل ما تشتري ايفون، وبتلقط موبايل قوي جدا بسعر حلو جدا. بس في ناس اذكى كمان مش هتشتري الموبايل دلوقتي وهتستنى شهر او شهرين بالكبير وهتلاقي منه معروض كسر زيرو، ساعتها حرفيا بتبقى شاري موبايل بقوه الايفون 16 برو ماكس وبسعر موبايل في الفئه المتوسطه العليا او الفلاج شيب كيلر. تخيل لما تشتري الموبايل دوت بسعر ارخص من 40000 جنيه مثلا، هتلقط حاجات كسر زيرو تحفه قوي كتير. بصراحه ارخص دايما مكان واول مكان بيجيبه في مصر تقريبا بيبقى بيكسل ستور، بيبقى اسعاره حلوه وعنده اكسسوارات الموبايل سواء كفرات سواء شواحن، وهو اللي موفر لي الموبايل هنا. فهنصحك ان انت بجد تشتري منه علشان هو فعلا مكان كويس. رايي في الاخر ان الموبايل دوت ليه الفايب الخاصه بتاعته، مش هتلاقيه مع اي حد، هتلاقيه مع حد فوتوغرافر، هتلاقيه مع برودكت مانجر، هتلاقيه مع سوفت وير انجينير. الناس كده بتبقى مهتمه بالتكنولوجيا ومهتمه ان هي تمسك حاجه جامده حاجه مميزه وبتفكر بشكل منطقي شويه. مش لازم اروح للاختيار العادي جدا اللي هو الايفون، وممكن اجيب اختيار تاني يكون احسن كمان بالنسبه لي. ليه لايف ستايل خاص بيه وليه تجربه خاصه. انا فعلا بستمتع جدا بالبيكسل. شاوت اوت لبيكسل ستور عشان بعتوا البيكسل 9 برو اكس ال، وهستنى اسمع رايك انت في الكومنتات في البيكسل 9 برو اكس ال. هل هو فعلا موبايل جامد ولا هيفضل عايش في ظل الايفون؟ كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.